عيني. انا عندي حد طلب من هايدي أيوة. انا عاوز اعمل بطاطس ما حصلتش بقى. بطاطس محمره ها؟ اه عينيا، ده انا قاعد اصلا بجرب لك في كذا طريقه عارفهم من علوم الطبخ. دي اهم حاجه، البطاطس اللي انت بتنقيها بتجيبي البطاطس بتاعه التحمير ولا بتجيبي اي بطاطس وخلاص؟ لا التحمير طبعا. ايوه مال، اهم حاجه تجيبي البطاطس للتحمير. بصي بقى، المواضيع والاقاويل اختلفت وكترت في موضوع البطاطس المحمره. ماشي. فانا لقيت مره بحث يقول لك لازم تنقعه في محلول ملحي وخل علشان يخش جوه الانسجه ويحافظ على الميه لمده ليله كامله، وبعد كده تروح حطه قليه. وليله جامده قوي سعادتك. وناس تقول لك اقليه مرتين، وناس تقول لك اسلقه، وبعد كده تحمر. في ماشي. ناس تقول لك بقى ايه، اسلق وبعد كده حمر وبعد كده طلع وبعد كده حمر تاني. بصي، اول واحده بطاطس بتاع التحمير قطعناها قطع صغيره، حطيناها في ميه بمحلول ملح، بعد كده سلقناها لمده دقيقتين بالظبط، واول ما طلعناها من السلقه سيبناها تنشف، بعد كده حطيناها حمرناها في الزيت. طريقه قوي من جوه، بس من بره برضو طريه مش كريسبي. مش ها، كريسبي قوي. مش مستاهله السلقه ولا هي اطرى من العادي؟ اطرى من العادي، وانا حاسه ان هو يعني ما كنتش سلقتها اصلا. طيب ما دي بقى ما اتسلقتش، دي اتقلت على طول. ايه ده بجد؟ جربي استنى كده بقى. عشان تعرفي الفرق براحتك. عرفتها. لا دي اطرى بكتير. شفتي بقى؟ يبقى ست الكل في علوم الطبخ، لما بنيجي نسلقها الاول لمده دقيقتين ثلاثه، النتيجه اللي عندنا طالعه بتقول ايه؟ انها تبقى طريه قوي. هنا بقى جربت طريقه ثانيه، الدبل فراينج، بس مره سلقت الاول ورحت طلعتها وبعد كده نشفتها، بعد كده حطيتها تاني في زيت بس على درجه حراره صغيره تمام متوسطه، بعد كده طلعتها بره الزيت نشفتها، بعد كده رحت ايه قليها مره كمان، وهنا قليت مرتين على طول من غير بقى من غير ما قصة تسلق. السلق والحاجات دي كلها. طيب خلينا نجرب. يلا دوقي. طريه قوي من جوه، طريه وحلوه. بس كريسبي اكتر من دي. هي شويه. لو بتحبوا البطاطس طريه من جوه فابقوا اسلقوها قبل ما تقلوها، صح كده؟ مظبوط. دوقي بقى ايه طريقتي الناجحه واللي انا متاكد منها، وهي عمليه الدبل فراينج، ولا محتاجين نسلق ولا محتاجين نعمل اي حاجه. احنا نحطها في زيت على درجه حراره قليله، بياخد بس لون ذهبي، بعد كده نسيبه بره ينشف، يعمل طبقه النشا بتاعته ويكون اتغذى وبخر شويه ميه، بعد كده نسيبه 5 دقايق، بعد كده نقوم نحطه مره ثانيه. كريسبي جدا. احلى بطاطس محمره ولا ايه؟ طب بطاطس محمره ولا التجارب اللي بعملها في العروض العلميه بتاعتي؟ انت بتفكري؟ طب مش تحضري والله العرض بتاعي ده، انا كنت هعمله مجانا للناس اللي هو بص بتعمل الوصفات دي وبتصورها وبتكتبها على هاشتاج علوم الطبخ. ايه ده؟ لا يلا نعمل كده. اعمل كده؟ اعمل كده. يا جماعه اي حد عايز يحضر العروض العلميه بتاعتنا يجرب يعمل الطبخات بتاعتنا بطريقته ويحطها على هاشتاج علوم الطبخ عشان يبقى عنده فرصه يحضر العروض العلميه بتاعتنا لشارع العلوم ذا جريت ساين شو مجانا. واهم حاجه ما تنسوش ان مفيش امتع من العلوم. شارع العلوم.